فإذا أراد الله أن يهدي العبد حبب إلى قلبه القرآن، فحب القرآن مفتاح لكل خير وسبيل لكل طاعة وبر. فإذا أحس الإنسان في قرارة قلبه أنه يحن إلى كلام ربه، وأنه يشتاق إلى سماع كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأنه إذا سمع هذا الكلام اطمأن قلبه وانشرح صدره، فإنه قد وضع أقدامه على سبيل الله وصراط الله. حب القرآن أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن يملأ قلبه حبا للقرآن. نعم، ملأ أناس قلوبهم بحب الدنيا، فأصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، وملأ أقوام قلوبهم بحب القرآن فتلوه حق تلاوته، حتى جعله الله ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم. ما أحب أحد كلام الله جل جلاله واطمأن قلبه عند تلاوته وذكره وقراءته وسماعه وتدبره إلا شرح الله صدره ويسر أمره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. أعز الناس في هذه الدنيا من كان من أهل القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ضاقت الدنيا على أهل القرآن فوسعها الله بالقرآن، وعظمت همومها وغمومها فبددها الله بالقرآن. القرآن سلوة الأحزان وذهاب الهموم والغموم وثبات القلوب وسداد المنهج، هو القول السديد والعمل الصالح الرشيد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى إليه فقد هدى واهتدى إلى صراط الله المستقيم. الحرص على كتاب الله هي الوصية الجامعة لخيري الدين والدنيا والآخرة، أن يكون في قلبك حب للقرآن، وبقدر هذا الحب للقرآن وبقدر هذا الحنين إلى كلام الرحمن ترفع درجتك ويعظم أجرك ويفتح الله عليك فواتح الرحمة منه. جمع الله في القرآن خيري الدنيا والآخرة. فإذا أحببت القرآن من قلبك وعظمته صدق التعظيم، وأحببت سماعه وتدبره والنظر فيه وتلاوته، فأنت من أسعد الناس. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحب القرآن ويكثر من سماعه وتدبره، قل أن تجده ضالا أو شقيا أو محروما، لأن الله عصم أهل القرآن بفضله ثم بكلامه سبحانه وتعالى، عصمة من الله جل جلاله. كم من أناس أحبوا كتاب الله فخاف الناس وما خافوا، وضل الناس وما ضلوا. القرآن هو الخير الكثير والفضل العظيم الذي رفع الله به قدر هذه الأمة وأعزها وأكرمها. متى ما وجدت هذه الأمة حريصة على كتاب ربها، على سماعه وتدبره وتلاوته والحرص على تفهمه والعمل بما فيه، وجدتها أسعد ما تكون بقدر ما أخذت من كتاب الله عز وجل.